يا دكتور، هو انا لازم اطعم اليفي حتى لو ما بنزلوش من البيت؟ اقول لك ليه لازم نطعمه حتى لو مش بننزله من البيت. احنا بنطعمه ضد 4 حاجات: الديدان والحشرات والفيروسات والسعار. اول حاجه الديدان. الديدان دي ممكن تتنقل له حتى وهو جوه البيت عن طريق الاكل اللي مش مستوي كويس، او عن طريق ان هو بيلحس في حاجات مش نظيفه، فممكن تنقل له ديدان. تاني حاجة الحشرات. الحشرات مش شرط ان هو ما بيطلعش من البيت ان هو ما يجيلوش حشرات، لان هو ممكن يكون عندنا في البيت زرع، ممكن يكون عندنا طيور، ممكن يطلع البلكونة، ممكن احنا ندخل بالشوز من بره، وكل دي حاجات ممكن تدخله الحشرات من بره لغاية جوه البيت. تالت حاجة واهم حاجة الفيروسات. زي ما كان فيروس الكورونا بيتنقل لنا واحنا قاعدين جوه البيت من غير ما نخرج، الفيروسات برضو ممكن تصيبهم وهم قاعدين جوه البيت عن طريق الاكياس، او عن طريق الشوز اللي احنا جايين بيه من بره، او عن طريق ان احنا اتعاملنا مع حيوان اليف تاني بره مصاب بالمرض ومش ظاهر عليه الاعراض ورجعنا بدانا نتعامل معاه. اخر حاجه السعار. السعار ده مرض مهم جدا وبيتنقل بيننا وبينهم، ومش بيكون في علاج لا لينا ولا ليهم من السعار. عشان كده السعار مهم جدا يكون متطعمه، ان لا قدر الله لو اتصاب بالسعار حتى لو صدفه ممكن يعمل مشكله كبيره وما نقدرش نلحقه، وممكن يعض حد في البيت او يخربشه وما نقدرش نلحقه برضه. انا دكتور مينا، ودي عياده بيت وي.